باقول لِك إيه، ده جمبري مش قراميط، والقرمشة بقى خطيرة. جِبت بقى القرنبيطة، وعشان تجيبي قرنبيطة حلوة لازم تنقّيها مدملكة كده، عارفين يعني إيه مدملكة؟ يعني تقيلة كده وكل الزهور لازقة في بعضها، ما يكونش فيها كده إيه، تفريغات كده جواها. وعشان ننضّفها طبعًا أنتم شايفين كلنا معظمنا يعني بنجيب من الخضري، فبيبقى عليها كده زي تراب من فوق زي ما أنتم شايفين كده. بالفرشة بتاعة غسيل الخضروات، هنجيبها ونعملها بحركات كده إيه، اتجاه واحد، يعني حركة كده اتجاه واحد ما نعملش دوريات كده علشان ما تتفرفتش مننا. وبعد كده بقى هنروح حاطينها في المَيّة كده وغاسلينها مَيّة وخل، غسلة كده حلوة ونضيفة، وبعد كده هنبتدي بقى نفُك الزهور من بعضها. الأول هنفُكّها كلّها من بعضها، وبعد كده هنبتدي إن إحنا نعملها المقاس اللي إحنا عايزينه. أنا عن نفسي ما باحبهاش كبيرة، فهاوريكم دلوقتي أنا أقطّعها إزاي. الأول إحنا بنفصل زي ما قُلت لكم الزهور عن بعضها، وزي ما قُلت لكم ضروري جدًا إن إحنا نغسل أي خضار بالمَيّة والخل كده ننقعه من ربع ساعة كده لساعة حسب الخضار اللي إحنا هنعمله. أنا نقعت القرنبيط كده نُص ساعة في مَيّة وخل، وبعد كده عملته بقى زي ما أنتم شايفين. بُصّوا بقى الزهرة اللي أنا باعملها صغيّرة إزاي، ما باحبش أبدًا إن أنا أخلّيها كبيرة كده. وهي صغيّرة كده بتاخد سواها حلو، وبتتحمّر حلو وبتقرمش، فبتبقى جميلة أوي. طبعًا كل واحد حسب ذوقه وحسب ما بيحبها، أنا بس باعملها زي ما أنا باورّيكم كده. هاعمل كل الكمية، دي واحدة، أنا بصراحة باجيب 2 لمّا باجي أجيب قرنبيط باجيب 2، باقلي على قدّنا والباقي باحطّه في التلاجة مش في الفريزر. باحطه في التلاجة باسحب منه بقى إيه، طول الأسبوع، بيفضل قاعد وزي الفل في التلاجة، باحطه كده في مصفى وبيقعد زي الفل. فالنهارده أنا هاعمل معاكم الطبق بس اللي إحنا هناكله النهارده، لإن أنا already عندي أكل فأنا هاعمل طبق واحد. هاسلق بقى على قد ما أنا عايزة، دي طبعًا مَيّة مغلية وفيها كمون وسكر. أنا ما باحطش ملح في مَيّة السلق بتاعة القرنبيط ولا بتاعة الكرنب. عشان بيجلِّد، أنا باحس إن الملح بيخلّيه يجلِّد. سِبته بقى عشان يتسلق وابتديت إن أنا أحضّر الخلطة، هاجيب بيضتين وهاحُط عليهم لبن، بيض ولبن زي ما أنتم شايفين كده وشوية ملح وشوية توابل مشكِّلة زي ما أنتم عايزين. أنا باستخدم دايمًا توابل كنور بتاعة اللحمة المفرومة، بيعجبني طعمها جدًا. بازوّد عليها شوية توابل من عندي ودي بتبقى التوابل مشكِّلة. هاستخدم النهارده دقيق الرز، طبعًا زي ما أنتم عارفين أنا باستخدم دقيق رز ودقيق ذرة أبيض ودقيق ذرة أصفر، في العادي باستخدم الدقيق الذرة الأصفر أكتر لإنه مليان فيتامينات، فيه فيتامين A وE ومجموعة فيتامينات B وفيه كمان مضادات للأكسدة فخطير جدًا، ولكن أنا عندي كيس من دقيق الذرة الأبيض وكيس من دقيق الرز، فقُلت لمّا أخلّصهم بعد كده هاستعمل بقى دقيق الذرة الأصفر على طول بإذن الله، وبيطلع حلو أوي سواء في الحلويات أو سواء في الموالح. عملت كل الكمية كده مع بعضها زي ما أنتم شايفين. الخليط ده أنا مش هاقول لكم على المقادير، دي حسب الكمية اللي أنتم بتعملوها، المهم يطلع الخليط في الآخر مش تقيل أوي، تقيل مايل على إن هو يكون خفيف. حطيت برضه معلقتين من النشا، يعني حطينا نشا، حطينا دقيق، حطينا بيض، حطينا لبن، حطينا توابل مشكّلة، وحطينا ملح. حطي التوابل اللي أنتِ عايزاها، ممكن تحطي كمون بس، في ناس بتحبه بالكمون بس، براحتك خالص. شايفين الخليط عامل إزاي؟ لا هو تقيل ولا هو خفيف، يعني عشان يمسك بس في الزهرة نفسها، ما يبقاش سايل أوي فبالتالي ما يعملش أي حاجة، لأ إحنا عايزينه يمسك في الزهرة. هنا بقى أنا ابتديت إن أنا أقلّب، طبعًا إحنا بنحطه في زيت غزير، ابتديت هنا إن أنا أقلّب على الناحية التانية بقى لمّا خَد لون، شايفين لونه حلو إزاي؟ كده خلاص ابتديت إن أنا بقى أطلّعه، بُصّوا بقى خطير إزاي، عامل زي الجمبري يا جماعة مش قرنبيط ده، وطعمه بقى تحفة ومقرمش جدًا بسبب النشا اللي إحنا حطيناه، بجد يا جماعة خطير بجد، جرّبوا الطريقة دي لو أنتم مش بتعملوه بالطريقة دي، جرّبوها وقولوا لي رأيكم. هنا بقى ابتديت إن أنا أحط شوية بقدونس بقى، عشان نفرش عليه بقى الكلام الجميل ده،
وده كان فيديو النهاردة، يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون الوصفة عجبتكم، وقولوا لي لو انتوا هتعملوا بالطريقة دي، وباي باي.